يلا بينا نكمل شغلنا. في بعض المواقع بتعتبر تصريح عمل بيكتفي بالليفتنج بلان، تبقى اتاتشد بالمرمت الخاص بتاع الونش او بالاكتيفيتي اللي بتتم في الموقع. في بعض المواقع بتعتبر زي ابرم وتكنيب، والبعض الاخر بيكتفي بخطة الرفع، تبقى اتاتشد بالمرمت الخاص بالونش، وإزالة أي تداخل بين أنواع مختلفة. يأخذ كل تصريح عمل لون خاص، فغالبا ما يأخذ تصريح العمل البارد باللون الأزرق، وتصريح العمل الأحمر الساخن باللون عمل الساخن باللون الأحمر. موضوع الألوان، ساعات بعض المواقع زي موقع مدور تصريح العمل الساخن باللون الأحمر، فأنا تصريح العمل الساخن بلونه باللون الأحمر علشان ساخن يبقى باللون الأحمر، يا إما العنوان مكتوب باللون الأحمر أو الخلفية بتاعته تبقى بالأحمر أو حمر. تصريح العمل البارد بيبقى باللون الأزرق، والأماكن المغلقة بيبقى باللون الأخضر، والحرف بيبقى باللون الأصفر، وهكذا. ممكن أتعرف على البرمت من خلال اللون. يتم إصدار تصريح العمل من 3 نسخ، يتم توزيعها كالآتي. التصريح بيبقى من كذا نسخة. النسخة الأولى الأصل يكون مع الجهة المنفذة للعمل، فأنا أسمي نسخة أولى ونسخة تانية ونسخة تالتة. عاوز انت تسمي الأصل ونسخة أولى ونسخة تانية براحتك. فهنا بقولك النسخة الأولى مع الجهة المصدر التصريح أو مصدرة التصريح. النسخة التانية مع إدارة السلامة والصحة المهنية، دي issuing authority. تمام كده. أنواع الشهادات الموفقة بالتصريح العمل: شهادة عزل كهربائي، شهادة عزل ميكانيكي، شهادة سقالات. بتاعت اللوك اوت والتاج اوت. شهادات العزل الكهربائي شبه اللوك، تمام، اوت والتاج اوت، بيسموها اي سي سي، شهادة العزل الكهربي. حتى انا زودتها هنا في البي دي اف بتاع الكهرباء. اي معدة كهربائية انا ابدأ اشتغل عليها، طبعا منعا للتعرض للمخاطر الكهربائية او ان المعدة تضار وانا شغال عليها، فلازم اعمل لها عزل، كهربي ايجابي. اسمه لوك اوت والتاج اوت. وبطلع شهادة عزل كهربي اتاتشد بالبرمت، واحطها في البرمت. طبعا شهادة العزل الميكانيكي بعض الشغلانات زي اماكن المغلقة بحتاج ان انا اعمل عزل ميكانيكي، في بعضه سلبي في بعضه ايجابي. العزل الميكانيكي السلبي بيبقى عن طريق بلوف، انما العزل الميكانيكي الايجابي بيبقى عن طريق بلوف بلس بلاين دوت، بيلان دوت، سبيتس، ايا كان بقى. بيبقى معاه حاجة اسمها كلاين ليست، بيبقى فيه لستة كل بلاينز اللي المفروض تتحط على confined space، سواء كان فيزل او تاور او اي حاجة. فابدأ اتعرف عليها عن طريق BID piping and installation diagram. دي بتبقى عبارة عن رسمة، بتبقى زي رسمة هندسية تحدد لي كل المداخل والمخارج بتاعت اي تانك او اي فيزل او اي تاور او اي كان. المفروض ابدا احط كام بلايند على المكان ده او المعدة ديت عشان ابدا اعزلها عزل ميكانيكي. يبقى عن طريق بلوف بلس بلايندز، البلي دوت سبيدز، يبقى معايا لستة كل بلايند اللي المفروض تتحط على المكان المغلق، سواء فيزل او تاور، سواء كان برج او ايا كان. ببدأ اتعرف عليها عن طريق رسمة هندسية بتحدد لي كل المداخل والمخارج لأي تانك او اي برج
ايا كان، تقول لي المفروض احط كام بلايند على المكان المغلق او على المعد عشان اعزلها عزل ميكانيكي.